السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل كده حلة محشي كده مع طبرة تستاهل بق الحبايب معانا، وهنعمل بقى فراخ بيضة. أنا معايا كده كبة، ومعايا قيمة شوية بصل حلوين كده عشان المحشي بيحب البصل يا حبايب قلبي. المحشي البصل غالي، بس المحشي بيحب البصل. انا جبت الكبة وهخرط فيها كل البصل بتاعنا ده، وهفرمه في قلب الكبة واحطه في الحلة. حبايب قلبي اللي مشرفيني من خارج مصر ومن جوه مصر، ما نحرمش ما نحرمش من تعليقاتكم الحلوة اللي مشرفاني. حبايب قلبي تسلمولي. انا هخرط كل كمية البصل ديت يا حبايب قلبي، وبعدين هروح افرمها. انا خلصت كده كل الكمية، هفرمهم وارجع لكم تاني يا حبايبي. انا فرمت كل كمية البصل، واحط عليها كده زيت. هحط شوية زيت دلوقتي وهي على النار، لو عزت مني زيت هحط لها تاني زيت. هقلبها كده كويس بالزيت، واحطها بقى على النار عشان تتبل معايا. انا حطيتها كده يا حبايب قلبي على النار، وهقلبها كده كويس شوية، وهلم اللي في الجناب كمان علشان ما تتلطعش مننا كده. وانا هحط كمان قيمة شوية زيت صغيرين. انا حطيت كمان شوية زيت اهي يا حبايبي. انا هجيب معايا كزبرة، وانا هفضي شوية كزبرة حلوين وفي قلب البصل، وادوبهم كده في قلب البصل عشان تتحمص معايا، عشان تدي طعم وتعزز طعم البصلة معايا، وبيبقى لها ريحة جميلة كده في قلب المحشي. هي كده تبلت معايا، والبصلة خدت تشويحة. انا معايا كده كيسين طماطم اللي انا كنت عاملاهم ومصلصاهم وحطاهم في الفريزر. هطلعهم واسيبهم ما يفك شويه، بعدين احطهم على على البصل. انا معايا البهارات بتاعتي، معايا بابريكا، ومعايا مرقه دجاج، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا كمون، وسبع بهارات. وهلف هدوبهم كلهم، واحط كمان ما هدوبهم كلهم في قلب البصلة والطماطم. وانا هغطي على الطماطم عشان تتسبك معايا وتفك كده يا حبايبي، وبعد كده هوريها لكم بعد ما تتسبك. انا هدوب الاول البهارات في قلب البصلة كده شوية، عشان البصلة ما تمسكش البهارات ما تمسكش في بعضيها. انا اتسبكت معايا الطماطم، وكان عندي شبت في الفريزر طلعته، وهسيبه بقى يستوي في قلب الطماطم. انا هدوبه كده الاول واخليه يفك في قلب الصلصة وهي سخنة يا حبايبي. وهسيبها كده قيمة 5 دقايق تستوي في قلب الطماطم الصلصة. هقلبها كده شوية، وبعدين هغطي عليها قيمة 5 دقايق، واطفي بقى على الصلصة. تمام كده يا حبايب قلبي. وطبعا الصلصة اللي في الجناب دي كلها هلمها وانزلها في قلب الحلة. انا مهدية النار اصلا. وهروح بقى معانا كده الكرنب هقطعه وهسلقه واظبطه كده يا حبايب قلبي. هقطعه كله الاول، وبعدين انا حاطه حله على النار فيها ميه، وحاطه فيها شويه كده ملح، وسابها تغلى على النار عم اكون انا قطعت الكرنب كله. انا بقور الكرنبة من جوه علشان اعرف ان انا اسلقها وكده. انا سلقت الكرنب يا حبايبي وبقطعه دلوقتي، وهمسك الكرنب كله وهقطعه واحطه في قلب المصفى عشان لو فيها ميه تنزل من قلب المصفى وكده. انا الورق الاخضر ده كله انا خدته للطيور، ما خدتش اللي كام ورقه صغيره كده، كام واحده يعني علشان احطهم في الحله من تحت. وباقي الكرنب انا بقطعه واحطه في قلب المصفى. حبايب قلبي اللي مشرفيني، ما نحرمش قوي من التعليقات بتاعتكم الجميله. ربنا يبارك فيكم ويعزكم يا رب. ما تنسوش ليا اللايك والاشتراك علشان يوصلكوا كل جديد، فضلا ليس امرا.
انا خلصت كل كمية تقطيع الكرنب، وجبت حلة وحطيت فيها حباية بطاطس كده صغيرة وبصلتين صغيرين كمان في قلب الحلة من تحت. وانا همسك دلوقتي المحشي الكرنب الاخضر، هحشيه واحطه في قلب الحلة من تحت. هعمل الاول كده رصة من تحت في الحلة، وبعد كده انا همسك الكرنب الابيض. هعمل الكرنب عندي 3 الوان، اخضر واخضر فاتح كده والابيض، انا بعملها 3 درجات. همسك الاخضر الاول احطه في الحلة من تحت على على البطاطس والبصلة، وبعد كده الكرنب اللون الفاتح هحطه على الاخضر، وبعدين اكمل كل كمية المحشي في قلب الحلة. انا عندي ماما اليومين دول يا حبايب قلبي عشان هي تعبانه شويه، والروتين بتاعي كله اللي انا بعمله عند ماما، علشان انا بعمل حلل كبيره وكده. انا عندي في الشقه بعمل حلل صغيره. انا عملت كده الرصه الاولانيه، وبعد كده انا بعمل الرصه التانية اللون بتاعها فاتح شويه يا حبايبي. وبعد كده انا هكمل كل كميه المحشي اللي معايا في قلب الحل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ده الروتين بتاع يوم الجمعة يا حبايب قلبي. انا هكمل كل رصة الكرنب واحطها في المحشي واحطها في قلب الحلة، وهبقى ارجع لكم تاني يا حبايبي عما اخلص كل الكمية بتاعت الحلة وكده. هنروح دلوقتي اجيب الفراخ. انا كنت غسلاها ومنقعاها بليمون ودقيق وملح وكده، وغسلتهم كويس، وجبت حلة حطيت فيها معلقة توم وجزر وبصل وطماطم وفلفل في قلب الحلة من تحت، اديتها تشويحة صغيرة وكده، وبعدين جبت الفراخ. انا الفرخة دي كانت عندي 3 كيلو. انا مسكت اللي في خيط سبتها بحالها. اما الصدرة جبت الصدرة نصين، علشان الصدرة الحتت اللي في الصدرة بالاول كده الاولاد بيحبوها متحمرة جامد وكده. انا شلت الحتتين الصغيرين اللي في الاول دول وعملتهم لوحدهم، وسبت بقية الصدرة وكده. وانا هجيب البهارات بتاعتي، معايا ورق لورا ومعايا حبهان ومعايا مرقة دجاج انا وفلفل اسمر حبة صغيرين عشان الشوربة مش تغمق معانا. انا بجيب مرقة الدجاج يا حبايب قلبي دي فرد، بيبقى فيها حاجات كده خضرة بتدي نكهة الشوربة وكده. وانا كمان هحط منها على على المحشي من فوق. انا قلبتها كده وهسيبها اما تتشوح شويه، هي كده اتشوحت معايا. انا حاطه الكاتل الميه فيه بتغلي، وبعد ما الميه غلت جبتها وفضيتها على طول على الفراخ، علشان الفراخ تغلي معايا وبتستوي معايا بسرعه. انا فضيت كده كل الكميه يا حبايبي. عما افضيها احط شويه ملح كده صغيرين علشان اظبط الشوربه بتاعتي والملح بتاعها يعني وكده. وهروح اكمل بقى المحشي بتاعنا واوريهولكوا بقى وانا جايه اسويه كده. انا خلصت كل كميه المحشي بتاعنا يا حبايب قلب اهو. انا هاخدها بقى واحطها على النار، واحط عليها شويه ملح، واحط عليها شويه بهارات، شويه مرقه دجاج. انا مرقه دجاج انا جايباها فرد يا حبايب قلبي، انا بحبها فرد ما بحبش البواكي. ومعايا الشوربة كانت غلت معايا والفراخ استوت. وهديت عليها النار، وهاخد بقى منها حبة مرقة كده حلوين واحطهم على المحشي. انا بحط الشوربة بس يا حبايب قلبي على المحشي، ما بحطش مية ولا حاجة وكده. وكمان ما بعد ما المحشي يستوي ما بحطش زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. لو عندي الشوربة خفيفة يعني مش فيها سمونية، ببقى احط حتة سمنة بلدي على الوش المحشي وكده. الفلفل والطماطم اللي على وش المحشي انا هشتاله، والبصل هشتاله بمعلقة وهشيله كده عشان يبقى شكل المحشي حلو.
هظبط كده الشوربة بتاعتنا على المحشي، وهظبطها واهز كده الحلة كويس عشان المية تنزل فيها من تحت، الشوربة تنزل فيها من تحت. تمام كده. هسيبها بقى ما تغلي، وهدي عليها بقى النار، وهنروح دلوقتي الفراخ هطلعها من الحلة وهحمرها معاكم. انا جبت الطاسة بتاعت ماما اللي بتحمر فيها الفراخ، وحطيت فيها شوية زيت واسيبهم بقى يتقدحوا معانا، واحط فيها بقى ايه الفراخ هتتحمر وكده. انا هرص اللي في خد الاول، وبعد كده ايه قطع الصدر هنرصهم كده في جنب. تمام كده يا حبايبي. هنحط كمان حتة من الصدر وارصهم كده كويس فيها، واسيبها بقى ما تتحمر من الناحية دي، وبعدين اما اقلبها على الناحية التانية بقى هوريها لكم تاني. المحشي اهو يا حبايبي استوى. هوريكم كده كم محشية بعد ما استوى، ما فكش مني ولا حاجة عشان الفاه لفة كويسة، وكمان مش مكترة الشوربة بتاعته وكده، المية بتاعته يعني. شوفوا ما شاء الله، حتى الشوربة بتاعتي كانت سمينة، شوفوا ما شاء الله. انا كده جيت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الفراخ اتحمرت وطلعتها، وده المحشي بتاعنا والشوربة والفراخ. كده غدانا النهارده يا حبايب قلبي، لسه في سلطة ومخلل وكده. ده الفيديو بتاعنا، مع الف سلامة.